لزقت التقويم وهتعرف ازاي تعتني بأسنانك. الفيديو ده هيوضح لك الأمور دي. انت محتاج بعض الأمور لابد انها تكون عندك. تشتري فرشة ومعجون أي نوع، سلكة التقويم موجودة في الصيدلية، وخيط أسنان وشمع التقويم. احنا ده اللي هنديهولك. غسيل الأسنان لابد ان هو يكون في حركة دائرية لمدة 30 ثانية في الأماكن اللي هتظهر لك دلوقتي. ايه هي الأماكن ديت؟ فوق البراكت أو الفص التقويم أو وعليه وتحتيه أسفله. هنشوف مع بعض ازاي. ده فوق فصوص التقويم اهو. كل الحركات دي لمدة 30 ثانية متكاملة. تفضل شغال كده 30 ثانية، تنظف كويس جدا بالراحة، تشيل كل حاجة في الزوايا اليمين والشمال. نفس الحركات ديت فوق البراكت نفسه، حركات دائرية، ونفس الحركات ديت بنفس الطريقة تحت البراكت من تحتيه. بتنظفه كويس جدا لغاية لما تشيل كل بقايا الأكل وتتأكد إن السنان سليمة. مهم جدا يا جماعة إن أنت وأنت بتغسل سنانك في أماكن معينة أنت هتنساها. اللثة، تدليك اللثة، بالأخص زي ما احنا شايفين اللثة لابد إنها تدلك بالفرشة زي ما احنا شغالين كده، وبالأخص مكان التقاء الأسنان باللثة، عشان العيان دايما بلاقيه جاي لي الجلسة اللي بعدها بينزل دم من الأماكن ديت، وبالتالي ده ممكن يبهدل اللثة بتاعتك، ويبقى التقويم مش أحسن حاجة ليك. زي ما احنا شايفين بنبدأ ان احنا نمسك بهذا المنظر. دي طريقة الغسيل. ما بننساش برضو سطح الأسنان ولا من جوه، يعني ما تنساش الحاجات ديت، يعني مش بس في كده وخلاص. طبعا خيط الأسنان هنشوف مع بعض ازاي بيتدخل. حاول تدخله بأي طريقة، يعني دي طريقة اهو بيخش فيها ان احنا ندخله ما بين البتاع دي ونبدأ ان احنا نسحب. حاول ان انت تدخل الخيط بأي طريقة تشيل بقايا الأكل اللي موجودة ما بين أسنانك، عشان ما يحصلش تسوسات جانبية. يا جماعة التقويم ممكن يؤدي لتسوس الأسنان، فخلي بالك. دي سلكة التقويم برضو عشان الحاجات العالقة ما بين الأسنان، شكلها بيكون عامل كده، موجودة في الصيدليات، اسمها سلكة تقويم وما هياش غالية. ودي مهمة جدا خلال رحلة التقويم عشان تحافظ على أسنانك، وتحافظ على يعني صحة الفم بتاعتك. الحاجات دي لا غنى عنها. زي ما احنا شايفين دي طريقة استخدامها، تدخل تنظف ما بين الفصوص وما بين الأسنان. شمع التقويم ده احنا بنديهولك وانت ماشي. ايه لازمته؟ احنا بعد ما بنخلص ونلزق الحالة، العيان بنقول له حرك بقك كده بنفس الطريقة ديت، بحيث ان لو في اي سلك زيادة، لو في اي مكان ممكن يعمل قرح، بنديله الشمع. بيبقى معاك واحدة من ديت، ودي بتضغط كده بنفس الطريقة، تضغط وتتحط على البراكت او على السلك من ورا في المكان اللي دايما بيكون كومن او شائع ان هو يشوك المريض. ده شكل الشمع، وده طريقة حطه بهذا الطريقة بهذا المنظر. قلم التقويم، احنا في العادة يعني تقويم الأسنان بيكون شيء طبيعي ان هو يكون مؤلم، بس في نوعين من الألم. في عندنا قرح بتيجي نتيجة خربشة الحاجات، بيديها أوراكيور جل، وكمان البروفين 600 بندي بعد الغداء. فص التقويم بقى لو وقع، وده طبيعي جدا بعد أول أسبوع أو في أول زيارة، لازم بيبقى في واحد أو اتنين، فدي خطوة عادية جدا ان هو يقع. ما يهمكش. الزيارات بتاعت التقويم بتبقى مرة كل اسبوعين او مرة كل شهر او مرة كل شهرين حسب ما احنا بنقول لك. فانت لابد ان انت تتصل بينا، تأكد ميعادك في الميعاد اللي احنا قلنا لك عليه مسبقا. دي معلومات مهمة جدا ليك لازم تعرفها. الاكل مع التقويم مش كل حاجة بناكلها مع التقويم. الفشار نبعد عنه، الحاجات اللي هي ممكن تفرقع البراكت او تكسرها. فمفيش اي حاجة جامدة، لازم الاكل يكون كله طري. دي أمثلة للحاجات اللي ما ينفعش إنها تتاكل. حاجات بالمنظر ده، توفي، ستيك لحم، تلج، حد يقرقش تلج، حد. الأكل اللي يفضل إن هو يتقطع بالشكل ده هيبقى أفضل لك بكتير جدا، وهيقلل فرصة وقوعه، وفي نفس الوقت هيبقى أريح لك في الأكل، وهيقلل الألم. توفي الحاجات اللي هي الرخمة، اللي هي بتاعت الحاجات الحلويات والكلام ده كله، مش مفضل إن أنت تاكلها. وفي النهاية تهنينا العملاء الكرام، ورحلة تقويم سعيدة. واللي ما عملش تقويم فليه تختار مركز الزلوعي لتقويم الأسنان، لأن احنا ده تخصصنا، وبالتالي بنوفر التقويم بأفضل سعر وبنوصل للنتيجة في أسرع وقت. مستني ايه؟ احجز ميعادك. كشف حالات التقويم بيكون مجانا. ومع السلامة.